يا بنات، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في كذا بنوته منكم سالوني على طريقه تركيب الرموش، فتعالوا النهارده نعمل مع بعض طريقه تركيب الرموش بطريقه سهله وبسيط، بغض النظر عن الميك اب اللي انا عاملاه. ما تركزوش معايا، المهم ركزوا معايا في الشرح. اوكي؟ فده الرمش اللي انا هستخدمه النهارده. هستخدم ده لان اي واحده فيهم يعني. المهم هستخدم واحد جديد عشان اوريكم من اول ما بتطلعيه من الباكت، يعني بتطلعيه ازاي وبتستخدميه ازاي وكل حاجه. بصوا، هو بيبقى ملزوق كده في الباكت بتاعه، سواء انت جبتي الفرد اللي هي بتبقى واحده بس لوحديها، او جبتي الباكت اللي بيبقى مجموعه على بعضها، مش هتفرق. المهم ان هو بيبقى ملزوق في الباكت بتاعه كده، او يعني في العلبه بيبقى ملزوق. فانت ما تجيش تشديه كده، لان بشوف كتير فيديوهات بيقولوا لك ما تسحبيهوش من اوله وشديه من النص، لانك لو شدتيه من النص ممكن ببساطه الشعر يطلع، يعني يتفك من بعضه. هتلاقي الشعر طلع في ايدك واتفكت من باقي الرمش. فانت تعملي ايه؟ تجيبي ملقاط، اي ملقاط عندك، وهتلاقي هنا في البدايه بتاعه الرمش من هنا في جزء بلاستيك زياده. انت هتمسكي بالملقاط الجزء البلاستيك ده، بالملقاط هتحاولي تمسكي الجزء البلاستيك الزياده ده، وبعدين تسحبي سنه سنه بالراحه، ما تشديش جامد، تسحبي بشويش اهو لحد ما الرمش كله يبقى طالع معاكي. بعد كده بتمسكي الرمش، لو الشكل اللي انا ماسكاه ده بيبقى قصير من قدام وطويل من ورا، يبقى الجزء القصير، الشعر القصير ده اللي بيبقى من العين من جوه، لكن الشعر الطويل بيبقى العين من بره العين يعني. لكن في اشكال تانية، في مثلا شكل زي ده بيبقى مدور، يعني الشعر الطويل من النص والقصير من الجنبين. ده ما بيفرقش بقى، انت بتحطيه في اي اتجاه، يعني بتحطي الرمش ده في العين دي او في العين دي مش هتفرق، لانه كده كده بيبقى بنفس الكثافة من الجنبين. فاهمين؟ يعني الكثافة العالية او الطول الزيادة بيبقى في النص مش في الجناب. انا باخد الرمش وبحطه على جفن كده كروكي، يعني من غير ما ملزقه ولا اي حاجة. بقيس الاول مقاسه على العين، واشوف هو مناسب لمقاس عيني ولا اطول من مقاس عيني. لو حسيت ان هو طويل بقص الزيادة منه، لو حسيت ان هو تمام مش بقص منه حاجة. فانا عايزة اقص بس منه شعراية واحدة من الجناب، وزائد بقى بقص ايه؟ بقص الحتة البلاستيك اللي انا وريتها لكم من شوية، الحتة الزيادة البلاستيك من هنا ومن هنا بقصها، لان دي لو سبتيها هتشكك في العين، فبنقصها. وهقص كمان الرمش الزيادة اللي انا مش عايزاه وحاساه اطول من عينيا. طيب لما اجي اقص، هقص بقى منين؟ من جوه ولا من بره؟ لو الرمش زي ده اللي هو قصير من ناحيه وطويل من ناحيه، هتقصي من الناحيه اللي بره اللي هي الناحيه الطويله. لكن لو رمش زي ده اللي هو المدور اللي هو بيبقى طويل من النص وقصير من الجنبين، يبقى زي ما هتقصي من جوه هتقصي من بره، من الناحيتين، عشان ما تغيريش من الشكل بتاع الرمش. تمام؟ انا دلوقتي قست اهو الرمش ده، وهقص منه شعرايه واحده من بره، وهقص كمان الحتتين البلاستيك الزياده. اجيب مقص حواجب الصغير ده وهبدا اقص. في الاول هقص الحته البلاستيك من هنا ومن هنا، بعد كده هقص الشعره الزياده اللي انا عايزه اشيلها، وهرجع اقيس الرمش تاني على رموشي واشوف اذا كان الطول كده تمام ولا عايزه اقص منه تاني. خدي بالك وانتي بتقيسي الرمش ما تحطيهوش على اول الجفن من جوه، لا، بتسيبي شويه فاضيين، وبعد كده بترجعي تحطي الرمش. شايفين من بدايه فين؟ مش من بدايه مدمع العين، لا، من ورا كده شويه، وبعد كده تقيسي وتشوفي تمام خلاص اخر الرمش مع اخر رموشك، ولا حاساها اطول وعايزه تقصيها. انا كده تمام، مش هقص اكتر من كده. طيب بنلزق ازاي بقى الرمش؟ اول حاجه باخد نقطه من الجلو بتاع الرموش، انا بستخدم الجلو ده اسمه لانيل، هاخد منه نقطه بره كده على اي باليت عندي، نقطه صغيره زي ما انتم شايفين. بعدين بجيب اي فرشه ميك اب عندي وبستخدم الظهر بتاعها، وباخد من الجلو كده، باخد الجلو جزء صغنن كده خالص على الفرشه، وببدا احط على الجزء البلاستيك في الرمش بتاعي. وخدي بالك انه ما يجيش على الشعر نفسه.
واهم حاجة تتأكدي ان الجلو واصل للاطراف كويس، لان هي دي الاجزاء اللي بتفك. لو يعني الرمش هيفك منك هيفك من الاطراف، فانت تتأكدي ان الاطراف بتاعة الرمش من هنا ومن هنا واصلها الجلو كويس، مش كمية كبيرة بس المهم ان يكون واصل لها اصلا الجلو. بعدين بمسك الرمش من الطرفين من الناحيتين كده وبعمل بلفه كده، بلفه. الحركة دي بتخليه ياخد الكيرف بتاع العين، لان احنا عينينا مش ستريت كده، احنا عينينا ليها كيرف شوية، ليها زاوية كده شوية، فلازم تمسكي الرمش وتفضلي تعمليه كده حتى الحركة دي بتخليها تبقى اطرى معاكي واسهل في انك تطبعيها على شكل عينك. بعدين بالملقاط همسك الرمش كده بالملقاط، همسك الرمش كده بالملقاط وهبدأ ابص لتحت، يعني اخد المراية بتاعتي اخليها لتحت كده وابص لتحت وابدأ احط الرمش في الاول بحطه من النص، وبعدين بالملقاط ببدأ احط الرمش في الجناب. لو الجلو بتاعك جه على الجفن ما تقلقيش، هنعرف نشيله في الاخر. انا بعد كده بقلب الملقاط وبظهر الملقاط ببدأ ازق الشعر بتاع الرمش الزقه في الجفن كده. الرمش اتلزق زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ببقى بلزقه وانا بعمل ميك اب، بعمل حاجه تانية، فبعد ما بلزقه بسيبه شويه اروح اعمل حاجه تانية، مثلا احط روج، احط بلاشر، احط اي حاجه تانية، وبعد ما اخلص ارجع يكون نشف ولزق كويس، ابدا اعمل الخطوه اللي بعد كده اللي هي ايه، اني هاخد الماسكارا بتاعتي وابدا احط ماسكارا على خفيف قوي، قليل قوي مش كتير، على الرموش الطبيعيه بتاعتي، واحاول ان الماسكارا ما تجيش على الرموش الصناعيه اللي انا مركباها عشان ما تغيرليش من الشكل والتوزيعه بتاعتها. انا مش عايزه اغير من شكل الرمش الصناعي اللي انا حطاه، انا بس بحط ماسكارا على رموشي الطبيعيه عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه لو هي عليها باودر او حاجه من الميك اب او اي شادو وقع عليها من الميك اب بشيل الباودر ده اللي نزل عليها. الحاجه التانية اني بلزق رمشي الطبيعي في الرمش الصناعي عشان ما يبقاش عندي فرق خط رمش طبيعي وفوقيه خط صناعي، فيبقى باين ان دي مش رموشك وان هي فيك وتركيب. بعد كده اخر خطوه بعملها باجي عند بعد الرمش لحد مدمع العين الجزء ده، وبجيب اي قلم ايلاينر او كحل وابدا اوصل الجزء ده عشان ما يبقاش باين عندي فرق ان الحته دي فاضيه والرمش بادئ عندي من اول هنا، لا انا بوصلهم كأن الجزء ده فيه برضو رموش طالعه فيه، كأني بتقل خط الرموش في الحته دي وبوصلها بخط الرمش اللي انا مركباه. بس كده. طبعا الرموش بتفرق جدا في شكل الميك اب، بالذات لو عامله فول ميك اب زي كده بتاخد الميك اب في حته تانية خالص. شايفين الفرق ما بين العين اللي فيها رمش والعين اللي ما فيهاش رمش؟ بس كده يا بنات، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو والموضوع يطلع سهل بالنسبه لكم لما تجربوه. لو عندك اي مشكله اكتبيلي في الكومنتات. يلا باي باي.